كلمة صعبة ملتوية كده، وبسبب فهمنا الغلط ليها بنتعطل كتير جدا في حياتنا وفي شغلنا وفي بيتنا وفي علاقتنا مع اصحابنا. كلمة انا شايفها من وجهة نظري هي محور الكون، هي الحاجة اللي لو انت عرفت معناها صح حاجات كتير جدا جدا هتتظبط من حواليك، تكاد تكون كل حياتك هتتظبط. ولكن احنا عارفينها بس ما بنطبقش معانيها صح وما بنمشيش بكل الزوايا بتاعتها. الكلمة دي هي كلمة الإدارة. ايوان، كلمة الإدارة اللي اختصوا بس بيها البيزنس، هي مهمة جدا في البيزنس، ولكن كلمة الإدارة دي فرض عين على كل شخص يبقى عارف معناها وعارف ازاي بتحصل. كلمة الإدارة دي هي اللي بسببها الشركات بتفشل، وبسببها البيوت بتفشل، وبسببها الاصحاب بيختلفوا مع بعض والشركاء بيسيبوا بعض، وبسببها البلاد بتقع وبتتعرض لأزمات وكوارث كتير جدا جدا، لأن هم مش فاهمين يعني ايه كلمة إدارة ومدى خطورتها عاملة ازاي. بحثت كتير جدا في معاني الكلمة دي أكتر من 10 سنين، معاني مختلفة، ولكن من أكتر المعاني اللي لمستني هو المعنى اللي قاله دكتور إيهاب فكري، إن هو الإدارة دي إن أنت بمنتهى البساطة تاخد مجموعة ناس نحو هدف معين. كان تعريف سهل وبسيط وسلس ولطيف جدا، ولكن برضو وأنا باخد الناس ناحية الهدف ده المفروض أعمل إيه اللي أنا أعمله. فوقفت عند ثلاث حاجات لو عملتهم صح في حياتك، سواء في شغلك، سواء في بيتك، سواء مع أصحابك، سواء مع شركائك، سواء في بلدك، سواء البلاد عملتهم، تكاد تكون الأحوال هتنصلح بنسبة 90-95%، هتعدلك كل حاجة. ولما جيت دخلت في معاني الكلمة دي وغصت جواها لقيت إن ربنا سبحانه وتعالى أصلا بيديرنا بمجموعة أمور لو إحنا فهمناها صح وطبقناها، لأن يعني خبايا أي شيء وأسرار أي شيء وسر نجاح وفلاح أي شيء ارجع للإله، ارجع لربك سبحانه وتعالى وشوف الشيء ده هو اتكلم عنه ازاي، او ايه التعاليم اللي هو اداها لنا عشان خاطر نمشي بيها. لما جيت بحثت كده في كلمة إدارة لقيت ان هي اصلها كلمة دار اللي هي الدال والالف والر، وكلمة دار دي ليها اكتر من معنى. يعني دار حوالين شيء، يعني جايه من الشكل الدائري، دار جايه من المباني، زمان كده يقول لك اهل الدار فنعم عقب الدار اللي هو البيت او الاحتواء. فلقيت ان كلمة الإدارة اول مبدأ من مبادئها لازم يكون في امان. لو انت بتدير شخص بدون امان فانت كده مفيش اي حاجة من الحاجات اللي هقولها الجاية دي هتنفع معاك. فلازم وانت بتدير اي انسان يكون في امان للانسان ده. عشان كده تلاقي الشركات الكبرى عندها منسوب ومعدل الامان واللويالتي بتاع الموظفين او الناس اللي شغالين فيها عالي جدا. ليه؟ عامله لهم امان في الراتب، عامله لهم امان لما يتعبوا او لما يمرضوا، عامله لهم بدلات، عامله لهم نظام عمولات، عامله لهم نظام مكافآت، امان. فرقم واحد الاداره. يعني ايه الاداره؟ يعني امان. ده تعريف خاص بيا انا، وبعد بحث واجتهاد، يعني ان احسنت فمن ربنا ومن اخطات فده من نفسه ومن الشيطان. وانت ماشي في الامان ده مطالب تعمل 3 حاجات، مطالب تكون عندك 3 مميزات و3 مواصفات عشان تعرف تدير الناس اللي حواليك، شركتك، مراتك، بيتك، عيالك، اخواتك، اصحابك، عيلتك بيهم. ال3 حاجات دول: الاداره بالاهداف، الاداره بالاجراءات، الاداره بالحب. ده اللي قالوه الغرب، ان في نوع من انواع الاداره اسمه الاداره بالحب. على فكره في اداره بالحب وبتدرس في جامعات عالميه، ولكن انا عايز اسميها معنى مقارب شويه لعاداتنا ولتقاليدنا ولديننا، هسميها الاداره بالرحمه. وازاي ربك سبحانه وتعالى بيديرك بال3 حاجات دول. هقول لك ربك بيديرك ازاي، وهقول لك ازاي انت تستخدم تعاليم ربك سبحانه وتعالى عشان تعرف تدير حياتك وتدير الناس اللي حواليك بيهم. اول حاجه ربك سبحانه وتعالى حاطط لك اهداف معينه توصل لها. ايه هي الاهداف دي؟ اعظم هدف هو الجنه. ان انت لما هتتبع التعليم، هتتبع التعليم. ده تاني نوع من انواع الاداره اللي هي الاجراءات، ان في اجراءات معينه انت لازم تعملها عشان تعرف توصل للاهداف بتاعتك. فربنا سبحانه وتعالى قايل لك ايه؟ قايل لك ان انت لما تعمل الاجراءات صح او التعليم صح بتاعته في الدنيا هتوصل للخير والنعيم والسعاده وفي الاخر الجنه. كذلك انت في شركتك لو ما عندكش اهداف واضحه صريحه تدير بيها الناس تكون ليهم مصلحه يمكن اكبر من مصلحتك فيها، فانت كده مش بتدير الناس صح. يعني لو انت النهارده بتقول للناس يلا تعالوا نشتغل كده وان شاء الله هنوصل لهدف، ايوه ايه الهدف؟ لا ان شاء الله هنوصل، يعني هو هدف حلو جدا، ايوه ايه الهدف الحلو؟ يا ابني هنوصل. لا لازم يبقى في هدف واضح. والله انتوا لما هتعملوا الفيجن او الرؤيه او الاجراءات اللي انا بقول لكم عليها في البيت او في الشغل او في الشركه بتاعتي، هتوصلوا ان انتوا مرتبكم مثلا هيبقى كذا، ولما نحقق رقم كذا وهيبقوا لكم كذا، ولما مثلا تعملوا كذا همسك فلان الفرع كذا، ولما فلان يتدرج في التدرج الوظيفي ويبقى مثلا بعد خبره 10 سنين هياخد كذا. وخد بالك النوع ده عاملاه كويس جدا جدا المؤسسات العسكريه، وده اللي بيخلي الشباب دايما
بتبقى نفسها تخش مثلا كليه شرطه او كليه حربيه. ليه؟ لانه عارف ان هو مهما كانت الاجراءات صعبه وشديده، وممكن تكون هو قاعد عمال يتمرن ويتدرب ومن صحراء لصحراء ومن شمس وحياه عنيفه جدا، بس هو عارف ان هو بعد 10 سنين هيبقى مثلا حضره الضابط كذا، او سياده العميد، او سياده العقيد، او سياده الرائد. فليه؟ حطوا له هدف واضح جدا جدا هيعرف ان هو يتدرج فيه. فرقم واحد لازم يكون عندك هدف. تاني حاجه بتدي للناس مجموعه اجراءات عشان يروحوا بيها للهدف ده. يعني ما تقولهمش يلا بقى خلاص احنا ان شاء الله الهدف ده وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا، ما هم لو عارفين، يعني هم لو عارفين هيعملوا ايه هم مش هيجوا لك اصلا، هم جايين لك عشان تقول لهم يعملوا ايه. فلازم تعمل نظام عمل واضح، زي ان انت مثلا بتقول للشخص هتيجي الشغل من الساعه 9 لحد الساعه 5. ايوه هعمل ايه؟ والله انت دورك ترد على التليفون، وانت دورك مثلا تقف على الكاشير تحاسب الناس، وحضرتك دورك تقابل العملاء، وحضرتك دورك تشوف مين اتاخر ومين غاب، اللي هي الموارد البشريه. فبتحط مجموعه اجراءات بيتبعها الناس عشان يوصلوا للاهداف بتاعتهم. طيب حطيت اهداف واضحه وصريحه، الناس ليهم مصالح فيها وعارفين ان هم لما هيعملوا الاجراءات هيوصلوا لها، وحطيت لهم اجراءات واضحه صريحه، هيحصل خلل، لازم هيحصل خلل. فلما هيحصل الخلل لازم على طول تلحقهم باخر نوع من انواع الاداره، وهي الاداره بالرحمه او الاداره بالحب. بس انا بحب كلمه الرحمه. يعني ايه؟ يعني وارد النهارده راجل يكون شغال معاك كويس جدا وبيعمل التارجتس كويس جدا وبيعمل اجراءاته كويس جدا، بس في مره اخل في شهر كده الكي بي اي بتاعه او الانديكيتور بتاعه نزل. مش هتعلق له المشانق، مش هتقول له همشيك، هتقعد تتكلم معاه، انت مالك يا فلان؟ ايه اللي حصل لك؟ الدنيا واقعه معاك بقى لها فتره، في ايه؟ يقول لك والله بس اصل انا يعني زوجتي تعبانه شويه كده والمفروض ان هي تعمل عمليه قريب وربنا يسترها وبتاع. اياك ثم اياك تقول له هدفك وتقول له خد اجراءات. ده انت لازم تساعده من الرحمه، ان انت تقف معاه في الظرف بتاعه وتساعده لحد ما يعديه ويخطيه. واحد تاني ابنه تعبان في المستشفى هتروح تزوره، واحد تاني عنده مشكله مع مراته، لو تقدر تساعده بمعلومه ان هو يحلها. الرحمه هي اللي بتسند الهدف وهي اللي بتسهل الاجراء، لانك لو ما عندكش الرحمه هيفقد الامان، ولما يفقد الامان هيفقد منظومه الاداره كلها، فمش هتعرف تدير ولا هتعرف تتعامل معاه بعد كده. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدك النبي عليه افضل الصلاه والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انت متخيل؟ فلو انت في ادارتك فظ غليظ القلب مع الناس اللي شغالين معاك، لسانك شتام لعان، دايما عمال تاذيهم وتجرحهم، وعمال كل شويه تحاول ان انت تقلل من شانهم وتجرح فيهم، انت خلاص انت اخرك هتاكل وتشرب، لا هتشوف نجاح ولا هتشوف نعيم ولا هتشوف فلاح في حياتك اصلا. خد بالك ان رحمتك هي اللي هتساعد الناس توصل للهدف، ورحمتك هي اللي هتسهل عليهم الاجراءات حتى لو الاجراءات كانت صعبه. تعمل لهم كل سنه احتفال، بتخرجهم مش عارف كل اسبوعين 3، بتجيب لهم هدايا، بتطلع لهم بونص، اللي بيقع في مشكله بتساعده، اللي عنده تحدي في حياته اللي تعب ما بتبدلهوش. والكلمه الشهيره ده انا هبدلك ب2 او هبدلك ب3. لو ادركت معنى الاداره هو ان انت تاخد الناس في اتجاه هدف معين، والهدف ده يكون فيه مصلحه مشتركه مع الناس، وحاطط لهم مجموعه بروسيس او مجموعه اجراءات بيمشوا عليها عشان يوصلوا للهدف، وبتعاملهم بالرحمه زي ما ربك سبحانه وتعالى كده حط لك منظومه اداريه ما تخرش الميه. قال لك في جنه انت هتخشها، هدف واضح، وقال لك يلا اقم الصلاه وآت الزكاه، وقال لك صوم رمضان، وقال لك حج البيت. اجراءات واضحه وصريحه. طب يا رب يعني انا معيش فلوس دلوقتي، يقول لك خلاص لمن استطاع اليه سبيلا، لما ربنا يكرمك ومعاك فلوس يبقى روح مفيش مشكله. طب يا رب انا اذنبت واخطات، طب خلاص استغفر عشان ربنا يستر لك الذنب اللي انت عملته، وبعدين توب وما ترجعلوش، وستجد الله توابا رحيما. تواب وفي رحمه في الموضوع. ليه؟ لان الحياه ابس اند داون. الحياه اللي بينتج النهارده انتاجيه 100% بكره هينزل شويه، حياه ابيض واسود، مش ابيض على طول واسود على طول. فلازم الشخص يكون حاسس بالامان معاك عشان يعرف يعمل الاجراء، وعشان يقدر يشوف الهدف كويس اللي انت حاطه ويقدر يتحرك له. ايه هي معنى الاداره؟ الاداره بكل بساطه انك تاخد نفسك او تاخد الناس اللي حواليك نحو هدف معين، وبتستخدم 3 طرق. ان انت بتحط لهم اهداف واضحه صريحه، بتحط لهم اجراءات معينه يمشوا عليها، ولو وقعوا او اخلوا الرحمه لازم تخش في الموضوع. فالراحمون يرحمهم الله. فما بالك لو انت رحمت الناس اللي شغاله معاك، ربك سبحانه وتعالى لو تنزلت رحمته عليك هتبقى عامل ازاي؟ تكاد تكون هتشوف نعيم لا ينقطع ورزق لا ينقطع وارزاق من حيث لا تحتسب. لما ابتدي اطبق في حياتي المعاني دي مع الناس اللي شغالين معايا او مع بيتي او مع اصدقائي او مع اهلي او مع عيلتي، الحمد لله رب العالمين منظومه النتائج اتغيرت واتبدلت بشكل واضح جدا وفي ازدياد مستمر. فلو قدرت اوضح لك معنى الاداره قول لي فهمت ايه
تحت، وساعدني لو في حاجه ناقصه انا ما قلتهاش قول لي عليها برضو عشان النفع يعم وكلنا نستفاد. ولو استفدت ولو حاجه بسيطه حاول ان انت تعرف غيرك بالكلام ده، لعل وعسى يفهم معنى الاداره فتتصلح حياته وتتصلح حياه اللي حواليه، ونطلع ناس مدراء او مديرين فعلا رحماء بالناس، مش بس مجرد ناس بتدلنا اوامر وهم لا يفقهوا اي شيء عن معنى الاداره. فربنا يا رب يرزقكم الاداره السليمه الرحيمه اللي كلها رحمه واهداف طيبه لينا وللناس اللي حوالينا، وما نكونش شداد او غلاظ القلب، عشان سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام علمنا وقال لنا، وربنا سبحانه وتعالى قال له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعشان الناس ما تنفضش من حولك وتسيبك، صلح قلبك بالاداره السليمه الصحيحه اللي ربك والنبي واهل العلم الافاضل الطيبين علموها لنا، الا وهي الاداره بالرحمه. ربنا يا رب يرحمكم في الدنيا ويرزقكم الجنه في الاخره ان شاء الله. ولو صديقك او صاحبك او حد عارفه كنت شايفه كده بيدير مش بشكل سليم او صحيح قوي، فاعمل له منشن او ابعت له الفيديو ده، لعل وعسى يكون سبب ان هو يعرف معنى الاداره السليمه الصحيحه. ربنا يحفظك يا رب. سلام.